السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني كتير كتير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل ايس كريم بالمانجا. هنحتاج معانا كريم شانتيه، هنحتاج معانا لبن، هنحتاج 3 معالق سكر، هنحتاج 3 حبات من المانجا. اول حاجة هنقول بسم الله وهنبتدي ان احنا نضرب المانجا الاول. هنضربها كده زي ما شايفين. طبعا المانجا دي بتبقى مانجا يعني طالعه من الفريزر، لازم تبقى حطها في الفريزر. هنضربها كده زي ما شايفين. هنضربها زي ما انتم شايفين كده. خلصنا، هنبتدي بقى نعمل بقى ايه بقية الطريقة. خليكم معايا. زي ما احنا شايفين كده، جبنا بولة فيها مية ساقعة، فيها قطع من التلج. هنعمل ايه؟ نحتاج 3 معالق من السكر ممسوحين. اول معلقة، 2، ودي 3. هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل بكيس فانيليا، هننزل بكيس لبن نيدو او لبن عادي حليب زي ما تحبي. وهننزل بحوالي يعني 4 معالق كده من الكريم شانتيه. وهنبتدي ان احنا بقى ايه، هندوب المقادير دي كلها كده مع بعضها وبعدين نضربها. طبعا زي ما حضراتكم كده شايفين، ده شكله كده في النهاية. طبعا بعد ما اتضرب وتحط عليه كريم شانتيه واللبن وكده، فهندخله التلاجة دلوقتي. وهنسيبه طبعا لمدة من 5 ساعات، يعني من 4 ساعات ل5. طبعا يكون جمد. وطبعا هنشوف الشكل النهائي في الاخر ايه. خليكم معايا.